اوعى تفوت الفيديو ده، لان والله العظيم المعلومات اللي في الفيديو ده بتتباع بكورسات بالاف الدولارات، وما حصلش ولا هيحصل ان حد هيقول لك خطة حياة كاملة تعمل بيها اعادة ضبط صحي واستشفاء الا الخطة اللي انا هقولها لك، اللي هي خطة دكتور دايموند للاستشفاء واعادة الضبط الصحي. والله أنا مش عاوز منك حاجة، أنا عاوزك تبقى صحيح وتفهم المعلومات اللي في الفيديو دي التي لا تقدر بثمن وتدعي لي. ولو هتستخسر في صحتك دقائق معدودة أنت حر. أول حاجة لازم نفهم أن النظام الصحي مش معناه تغذية بس، تغذية مهمة بس التغذية مش كل حاجة، في حاجات تانية بأهمية التغذية وممكن تكون أهم منها، وهنقولها واحدة بواحدة. أول حاجة، أنت لو ما بتنامش كويس الكورتيزول على طول عالي، ولو ما بتنامش كويس الكورتيزول هيتنيه عالي وهيعلي السكر في الدم، والإنسولين هيبقى عالي. يبقى مهما عملت كل حاجة صح وما بتنامش صح، مش بس مش هتفقد وزن ومقاومة الإنسولين هتعلى، ده أنت ممكن كمان تبقى مريض سكر من النوع التاني، وبتزيد فرص إصابتك بالضغط والجلطات الدماغية والقلبية والزهايمر والاكتئاب، وحتى بعض الأورام السرطانية اتربطت بقلة النوم. الحاجة التانية الرياضة. لما بنقول رياضة أرجوك بالذات لو وزنك تقيل ما تجريش على المشاية أو تجري في الشارع. عايز أقولك إنك لو عايز تتعلم من أين تؤكل الكتف يبقى ركز 80% على تمارين المقاومة بوزن الجسم. تمارين المقاومة مش عايزك تروح جيم، اعملها في البيت بوزن الجسم أو بأحبال المقاومة أو بدمبلز بسيطة. لو مش عايز تروح الجيم ما تروحش الجيم، أنا بقولك ما تخليهوش حجتك، العب بوزن الجسم في البيت، ضغط، سكوات، بلانك، لونجز، ابدأ بربع ساعة وزودهم بعد كده. ليه تمارين المقاومة أهم كتير من المشي والكارديو؟ لأن تمارين المقاومة بتزود كتلتك العضلية، وكتلتك العضلية هي اللي بتحرق حتى لو أنت نايم. لكن المشي أو الكارديو رغم أهميته بيحرق بس وأنت بتعمل النشاط البدني. لو عايز تعمل كارديو ويستمر يحرق معاك مدة طويلة اعمل هيت اكسرسايز أو المشي. الحاجة الثالثة المديتيشن وتمارين النفس والتعبد. كل الحاجات دي مهمة جدا لأنها بتقلل الكورتيزول، لأن الكورتيزول والستريس هو عدوك الأول اللي بيزود نسبة السكر في الدم وبيعلي الأنسولين ويقول لجسمك ما تحرقش دهون. تعال بقى نروح للجزء الأساسي بتاعنا اللي هو التغذية. أولا حضرتك ما ينفعش تعمل أي نظام غذائي لصحتك أو عشان تخس أو عشان تقلل مقاومة أنسولين من غير ما تحسب سعراتك الحرارية. أنت كده بتهزر، لازم تحسب سعراتك الحرارية وبعد كده تنزل برنامج من البرامج اللي بتحسب السعرات الحرارية وتوزن الأكل وتحسب سعراتك في الابليكيشن لغاية ما تتعود وتعملها من غير ميزان بالنظر. الحاجة التانية عايزك تشيل من قاموسك حاجة اسمها رجيم قاسي. لما بتعمل رجيم قاسي في عجز سعرات حرارية أكتر من 15 ل 20% من سعراتك الحرارية اللي جسمك محتاجها، الكورتيزول بيعلى وجسمك بيحوش الدهون، ومبروك عليك دهون. لما بتخس من العضلات اللي انت محتاجها عشان صحتك وعشان تخس بعد كده. الحاجة الثالثة لازم تاخد كفايتك من الألياف الغذائية من 30 ل 35 جرام في اليوم، والبروتين من 1.6 ل 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنك في اليوم. لو ما قدرتش تاخد حاجتك من البروتينات الحيوانية والنباتية ممكن تاخده بروتين باودر. البروتين مهم لأنه بيحسسك بالشبع وبيشتغل على مستقبلات GLP-1 نفس المستقبلات اللي بيشتغل عليها الأوزمبك والمنجار. بعد كده الممنوعات، لازم تمنع كل الأكلات الالتهابية اللي بتعمل لك التهاب وبالتالي تقتل البكتيريا النافعة وتعمل لك تسريب في الأمعاء وهو السبب في الأمراض المناعية اللي بتيجي للناس على كبر. الأطعمة الالتهابية زي الزيوت النباتية المهدرجة، اللحوم المصنعة، الترانسفات، الشيبسي والاندومي والمعلبات والحاجات اللي انتوا عارفينها الجانك فود دي كلها لازم تتمنع تماما. بعد كده السكريات البسيطة ومنتجات الجلوتين تستهلك بحساب وجوه سعراتك الحرارية وتتمنع بتاتا لو انت عندك أمراض التهابية لأنها من أسباب الالتهاب. بعد كده في حاجات بتتمنع حسب الحالة. في ناس بتتعب من الفراخ، في ناس بتتعب من منتجات الحليب بالذات الحليب البقري، لكن هم عادة لما بتاكلهم باعتدال ما فيهمش مشاكل. السؤال الكبير ايه احسن نظام صحي امشي عليه؟ هقول لك احسن نظام صحي تتبعه هو النظام اللي تقدر تستمر عليه مدة طويلة ممكنة. لو هنتكلم عن احسن نظام صحي يبقى هنقول نظام الصيام المتقطع. تصوم 16 ساعة
8 ساعات انت نايم فيهم تصوم 4 ساعات قبلهم و4 ساعات بعدهم. سواء كنت في صيام متقطع او هتاكل عادي، فاول وجبه يستحسن ما يكونش فيها اي نشويات عشان ما ترفعش السكر في الدم وتخلي جسمك يحرق اطول مده ممكنه. نبدا يومنا بعصير اخضر من الورقيات، ومن احسن الحاجات الخضراء عيدان الكرفس لانه فيه مضادات اكسده وفوائد كتيره. بتقطع عودين كرفس وشويه ميه وتحط عليهم مصدر للالياف الدايبه زي قشور السليم او بذور الشيا او صمغ عربي او بذور كتان مطحونه. طبعا مصادر الالياف دي تاخدها بالتدريج عشان بيعملوا انتفاخات وممكن يعملوا لك عدم ارتياح لو انت مش متعود عليهم، فلازم تدخلهم بالتدريج وتشرب بعدهم ميه كتير. بعد ما تاخد العصير الأخضر بالألياف تاخد مصدر للبروتين. من أحسن مصادر البروتين البيض، من 3 ل 5 بيضات حسب سعراتك الحرارية، مسلوقين أو مقليين بزيت صحي زي زيت الزيتون. ممكن تاخد مصدر تاني للبروتين زي الزبادي اليوناني. ممكن تاكل لحمة أو فراخ أو سمك، أيوة في ناس بتفضل لحمة وفراخ أو سمك عادي. بعد كده مصدر للدهون الصحية، مكسرات، أفوكادو، زيتون، أو ممكن زيت جوز هند أو MCT أويل. خلصت الوجبة الأولانية. بين الوجبة الأولانية والوجبة الثانية هنشرب سوائل، مشروبات عديمة السعرات الحرارية بدون سكر أو بسكريات طبيعية زي الأليولوز والزيليتول والإريثريتول. بلاش محليات صناعية خالص لأن المحليات الصناعية بتقتل البكتيريا النافعة وبترفع الأنسولين. بعد كده هنيجي في الوجبة الثانية تتعلم قبل كل الوجبات تشرب كوبايتين مية كبار، لأن مخك ساعات ما بيفرقش بين الجوع والعطش، ساعات بتبقى عطشان وجسمك يحسسك إنك جعان. فبعد كوبايتين الميه هتاكل طبق سلطه حلو وتحط عليه خل تفاح عضوي وليمون وملح وفلفل، وتاكل طبق السلطه. وبعد طبق السلطه تاخد حصه خضار تانية، خضار مشوي مسلوق على البخار او معمول بالصلصه زي اللي بنعمله في مصر، بس طبعا يبقى معمول بزيت زيتون او بسمنه او زبده، وطبعا تبقى حاسبه ضمن سعراتك الحراريه. بعد ما بنخلص بعد كده بناخد حصتنا من البروتين، 150 جرام لحمه او فراخ او سمك او بروتينات نباتيه لو ما فيش امكانيه للبروتينات الحيوانيه. المفروض لحد هنا نكون شبعنا، بس لو احنا عايزين نكمل يبقى نشويات معقده. النشويات المعقده البطاطا، البطاطس، الفريك، البرغل، العدس، البقوليات، الحنطه السوداء يا جماعه اقروا عليها، جامده جدا ومفيده جدا. في حاجه مهمه عشان تقلل امتصاص النشويات اللي في الحاجات دي، اطبخها وحطها قبلها في التلاجة بيوم، ده بيخليها نشويات معقده وبيبطئ امتصاصها من الامعاء وبيخليها ما ترفعش السكر في الدم. طيب كده خلصنا الوجبه الثانيه. لو احنا صايمين كده كفايه. بعد كده لو بتاكل عادي او لسه صايم ونفسك في وجبه ثالثه، يبقى الوجبه الثالثه هتبقى زبادي يوناني، شويه خضروات مع حمص، اكله بسيطه، ويبقى الاكل قبل النوم ب3 أو 4 ساعات على الاقل. تحذير عشان تنام كويس، الكافيين يبقى قبل النوم بمده كافيه. نيجي بعد كده للحاجه اللي كل الناس بتهملها وما بتاخدش بالها منها، وهي دي اللي بتديك هرمونات السعاده وبتقلل نسبه الاصابه بامراض القلب وبتقلل مقاومه الانسولين وتقلل الكوليسترول، وهي عقلك التاني الموجود في الامعاء، واللي بتوصل بين الموصلات العصبيه من الجهاز العصبي اللي موجود في الامعاء للمخ، وهي مخك تاني، وهي البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه يا جماعه هي جيشك الخفي، والناس اللي عندهم امراض مناعيه كتير جدا بيكون عندهم فرط نمو بكتيريا وتسريب امعاء، وده منتشر جدا اليومين دول بسبب انك بتدي جسمك اكل التهابي، الحاجات اللي قلنا نمنعها عننا بقدر الامكان. عشان تساعد البكتيريا النافعه، اولا ما تقتلهاش، ما تاكلش زيوت مهدرجه، لحوم مصنعه، شيبسي، بيبسي، اندومي، سكريات سايله، ترانس فات، جانك فود اللي احنا كلنا عارفينها. بعد كده تزودها، والابحاث اثبتت انك تزود البكتيريا النافعه بانك تاكلها بالالياف الغذائيه اهم بكتير من انك تاخد بروبيوتيك من بره. زي ما قلنا البكتيريا النافعه بتتغذى على الالياف الزايبه اللي قلنا عليها بذور القطونه، بذور الشيا، الصمغ العربي، بذور الكتان، والخضروات والبقوليات بانواعها. بعد كده نزودها باننا ناكل الطعام المخمر، الزبادي، الكفير، والخضروات المخمره مش المخلله. يا جماعه المخلل بيقلل البكتيريا النافعه، ومخمر يعني ما عليهوش خل ولا عليه
يود. الملح اللي باليود ما بيخليش البكتيريا النافعه تنمو. اخر حاجه ممكن تاخد كورس بروبايوتيك، بس لو بتاخد بروبايوتيك وانت بتاكل حاجات بتسمم البروبايوتيك او مش متوفر لها البيئه، يبقى زي ما بتدخل ناس في بيت فاضي ما فيهوش عفش مش هيعيشوا فيه. بعد كده الحاجات المهمه جدا قبل ما نتكلم عن المكملات الغذائيه هي اداره التوتر. لازم تدير التوتر، واداره التوتر تبدا بانك تنام كويس، بانك ما تعملش رجيم قاسي، بانك تعمل تمارين نفس، بانك تاخد مكملات زي الاشواجندا والمغنيسيوم جلايسينيت، وتعمل مديتيشن او تصلي وتتعبد. يا جماعه اهم حاجه في الموضوع كله واللي بتخلي ناس كتير تلبس في حيطه اسمنت هو ارتفاع الكورتيزول والتوتر. عشان كده بتلاقي ناس رفيعه وعندها كرش ومقاومه انسولين وحتى سكر من النوع الثاني، رغم ان الانسولين بيتفرز في جسمهم كويس، وبندور وراهم بنلاقي انهم بياكلوا اطعمه التهابيه ومتوترين والكورتيزول عادي عندهم على طول. بعد كده المكملات الغذائيه، قبل ما نتكلم عن المكملات، قبل ما تبدا اي نظام غذائي لازم طبعا تعمل التحاليل الاساسيه اللي هي صوره الدم وفيتامين د وتحاليل الغده الدرقيه وتحاليل البراز عشان نتاكد ان مفيش طفيليات البراز. بعد كده طول ما انت بتاكل كويس انت في العاده مش محتاج مكملات، لكن لو انت عندك حاجه مرضيه او مشكله ممكن تساعد بالمكملات. اهم المكملات الاوميجا 3، وانا قلت في الفيديوهات قبل كده ازاي تختار نوع الاوميجا 3. فيتامين دي لازم يبقى معاه فيتامين K2 عشان الكالسيوم ما يترسبش في الأوعية الدموية ويعمل لك تصلب في الشرايين. في حاجات بقى كل حالة بحالتها. البربرين لو عندك مقاومة انسولين، قلنا المغنيسيوم جلايسينيت والاشواجندا عشان التوتر، قلنا الزنك، قلنا الكروميوم، قلنا على السيلينيوم، وقلنا على التريس مينرالز. كده انت خدت خطة مختصرة. طبعا الخطة دي مختصرة جدا وعشان تتطبق بتفاصيل عايزة ساعات، وبنعملها في كورس 12 اسبوع 1 to 1 وببقى ماشي معاك خطوة بخطوة. صدقوني يا جماعة الخطة دي هتعيد ضبط صحتك وهتساعد جسمك على الاستشفاء الذاتي وهتخليك تخلص من اغلب المشاكل الصحية. خطة إعادة الضبط الصحي والاستشفاء الذاتي من العبد الفقير إلى الله، دكتور أحمد وهدان الشهير ودكتور دايم. ولو عايز تنضم لتحدي إعادة الضبط الصحي اكتب تحدي.